تعال اعرفكم على سريلانكا. في قلب المحيط الهندي، جزيرة صغيرة على شكل دمعة، علشان كده بيسموها دمعة الهند. سريلانكا بلد مليان حياة. سريلانكا جامدة جدا وشعبها طيب جدا. الحمد لله. فيها بوذيين بنسبة كبيرة. ده معبد بوذي، في كل مكان هتلاقوا تماثيل زي كده. لكن كمان فيها مسلمين كتير. الحمد لله. اسمي محمد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم. كاتب ما شاء الله. فبأي آلاء ربكما تكذبان؟ نحن الآن في المسجد الأحمر، أشهر مسجد في آسيا. تحفة معمارية. أول مرة أشوف فيال بالطريقة دي. البلد دي مشهورة بخضارها اللي مش عادي. سبحان الله، الخضار في سريلانكا مش طبيعي. كأنك ماشي في لوحة فنية. ولكن في سنة 2022 المكان ده وراه قصة وحكاية. An economic crisis in Sri Lanka. The country is officially bankrupt. سريلانكا أعلنت إفلاسها بسبب أزمة اقتصادية صعبة، لكنها قدرت تعدي المرحلة دي وبقت واحدة من أحلى الأماكن اللي ممكن تزورها. Now all people very happy. فيهما فاكهة ونخل ورمان. وصلنا سريلانكا. بص المطره بتمطر ازاي. النهاردة احنا في العاصمة كولومبو عشان نتعرف عليها وعلى أشهر معالمها، من المعابد للأسواق حتى أغرب الأكلات. هي دي أكلة مشهورة أوي هنا. احنا غرفة 2011. بسم الله أكبر. الله أكبر. بصوا فيو الأوضة على إيه؟ نزلنا بقى ناخد لفة في الشوارع. جينا هنا بقى على الشاطئ، الناس كلها بتتجمع وبتيجي تقعد هنا. المكان ده بيطيروا فيه طيارات ورق. بص عندهم تكاتك كتير قوي هنا. دلوقتي في سواق توك توك هيدينا جولة حلوة ب $10، فخلينا نشوف. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ما شاء الله. ما شاء الله محمد. Welcome to Sri Lanka. Now going Colombo city tour. نايس ميت يو محمد. Thank you very much. ما شاء الله. بص بقى معلق ايه في التوك توك؟ آية الكرسي. بس كان لازم قبل أي حاجة نحول فلوس. الدولار هنا ب 285 روبية، بدلنا $50 ب 14250 روبية. تخيلوا عندهم ورقة ب 5000. ده أول مكان زرناه. This one Sri Lanka All Parliament. Now is used for the president office. MashaAllah, very good president Sri Lanka. Now all people very happy. Where we are going now? Now go to the Red Masjid. Sri Lanka Red Masjid. It's very famous. Yes, very MashaAllah, very famous. Is the worldwide. واحد من الأماكن اللي كان نفسي أروحها. أشهر مسجد في آسيا. One of the landmark of Sri Lanka. نحن الآن في المسجد الأحمر كولومبو. هل تعرف يا أخي الكريم why everyone saying red mosque? What's the reason behind the red and white colors? They usually the masjid and all the mostly white, green, blue or some light colors is there. But this masjid is quite different, unique in the world. The shapes that looks like a pomegranate fruit and because of the rumman. إذا قطعنا rumman, you all can see two colors, al-ahmar wal-abyad. And this is only the building, not only Sri Lanka, the entire world, the inspired by the rumman. لأنها فاكهة من الجنة ومذكورة في القرآن. فيهما فاكهة ونخل ورمان. وهذا المسجد بنى تجار المسلمين من جنوب الهند عام 1908. And inside the masjid, you can see the contrasting colors and then designs, combination of Indian,
and Islamic culture and the British mixed architect. For Jum'ah prayers, Salat al-Jum'ah, now we can accommodate more than 10,000 مصلين أكثر من 10,000 مصلين مليء بالمصلين في كل صلاة الجمعة فبأي آلاء ربكما تكذبان. السلام عليكم. ده معبد بوذي. الفكره بقى ايه؟ هتلاقوا معابد واشكال زي كده كتير في سريلانكا لان في نسبه كبيره هنا بوذيين. بص اهو في كل مكان هتلاقوا تماثيل زي كده. المعبد شكله غريب جدا. قبل ما نخلص الرحله دخلنا مطعم هنا. هنجرب دلوقتي الاكل السريلانكي. هنا كلهم بياكلوا بايديهم فهنغسل ايدينا بقى. طب هو بيقول لي ان ده لبن ودي فراخ، ده مش عارف ايه بقى فلسه هندوق. ده لبن، بيقول لي ده لبن. نحطها هنا ويعني شبيه زي الرز يعني. نجيب فراخ ندخلهم كده في بعض وتاكل. الصراحه طلع طعمها حلو وغير ما كنت متخيل خالص يعني. انا اصلا عمال احاول اكلها بالمعلقه مش عارف. هو يعني الاكل دي معموله عشان تاكل بالايد. وغسلنا ايدينا. هنا ما عندهمش مناديل عاديه، عندهم ورق. سريلانكا بقى مشهوره بالشاي، فبعد ما خلصنا اكل نشرب شاي بلبن. طعمه جامد قوي. لا بجد والله طعمه جامد جدا. لا جامد يعني، ده انا ممكن اشربه كل يوم هنا. وبعد جولة طويلة في العاصمة كولومبو ختمنا رحلتنا بتجربة مختلفة تماما، بصوا ماشيين في الشارع عادي، وهي زيارة أشهر محمية أفيال في سريلانكا. بص الفيل بيتدلع ازاي. اول مره اشوف الفيال بالطريقه دي. المكان ده فيه أكبر مجموعة أفيال آسيوية في العالم، افرض قام مره واحده. وبتقدر في المكان ده تلعب وتتفاعل مع الأفيال. عصير جوز هند. شو اسمه؟ طعمه جامد. This video wouldn't be made without Muhammad. Anyone come to Sri Lanka, call Muhammad. He is your man here. Alhamdulillah. Nice to meet you, Muhammad. Alhamdulillah. Thank you for this tour. Thank you very much. Thank you, Muhammad. Nice to meet you, Muhammad. كده احنا خلصنا ودي كانت جولة سريعة في سريلانكا. اشوفكم الفيديو الجاي.